ببركة الله النهاردة هنعمل مع بعض الراعي الرسمي للشتاء في محافظة الشرقية. احنا عندنا في بلدنا خلاص مادام في خبيث في الشارع او في المنطقة يبقى الشارع كله عامل الصينية الجامدة دي. صينية ايه؟ صينية الرز بالبطاطس، طعمها وهم يا جماعة. مهما قلت مش هقدر اوصف لكم جمالها، لازم تجربوها بنفسكم، حاجه كده زي الزبده وتستاهل بقكم. بسم الله وبركه الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واله. نبدا مع بعض ونشوف الطريقه والمقادير. كيلو من الطماطم هحط في الخلاط كده، وهنا معايا كيلو من الرز بغسله وبنقعه حوالي ربع ساعه، بعد كده بصفيه. معايا هنا بصلايه كبيره وحوالي 5 فصوص من الثوم، وبتشيل الحته اللي فوق دي عشان ما تمرركيش الاكل. في الخلاط بقى هحط البصلايه اللي احنا قلنا عليها الكبيره الحلوه دي، والخمس فصوص الثوم وكيلو الطماطم. ننزل بقى بمعلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، معلقه من الفلفل الاسمر برضو صغيره، نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه من بهارات اللي هي الدجاج الفوريه او مرقه الدجاج او مكعب مرقه الدجاج المتوفر عندك، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه المطحونه. هاتي الصينيه بتاعتك بقى وابداي انزلي بالرز اللي احنا نقعينه مع بعض ربع ساعه، وبعد كده صفيته كويس جدا، وهبدا انزل بميكس الطماطم والحاجات الحلوه اللي ضربناها مع بعض بالشكل ده. ومعايا كيلو من البطاطس انا قشرتها وقطعتها مكعبات بالشكل دوت وشطفتها كويس، وبعد كده هننزل بيها على ميكس الرز والطماطم والبصل والبطاطس كله مع بعضه. هقلب كده، انزل بالطماطم شويه بشويه عشان اقلب وارجع اغلف كل حبايه رز بكل المكونات الحلوه اللي معانا دي. الملح بقى ده بتاعك انت، يعني بعد ما تخلصي ظبطي ملحك انت براحتك خالص. قلبت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. عندك بقى شويه شوربه حلوين كده ابداي ضيفي، ما عندكيش استخدمي ميه مفيش اي مشكله خالص. انا كان عندي هنا شوربه وكانت دسمه شويه فما حبيتش الدسم اللي على الوش ده اخده، ولكن في ناس تحبه جدا يعني، فده يرجع لك انت. قلبت كله مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. عايزه اقول لكم ان هي بتاخد شويه شوربه زياده. روحها بقى هنا ايه؟ الزيت. حطيت حوالي نص كوبايه كده وبدات اقلب. انا عايزه كل الرز يتغلف بكل الحاجات دي كويس جدا. لو هنقول كوبايه رز يبقى ليها كوبايتين من الشوربه، هو هنا مختلف شويه عن الرز اللي احنا بنعمله في الحله. هبدا اخد الصينيه بتاعتي واحطها على نار عاليه. اول ما تبدا تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هقلبها كويس قوي لانها بتشيط وبسرعه، لازم تاخدي بالك. اديتها تقليبه كويسه جدا جدا، ولو في حاجه لزقت تحت مفيش مشكله حركيها، المهم ان هي تكون سلسه معاكي كده. بعد كده بدات اغطيها وانقلها على نار هاديه. حطيتها على العين الصغيره ووطيت النار شمعه كده وسبتها لحد ما استوت خالص زي ما انتوا شايفين كده. دهنت وشها كده بمعلقه كبيره من الصلصه او بالتسبيكه، اي تسبيكه متوفره عندك يعني. ادهني وشها كده وحطها تحت الشوايه بتاخد اللون الجميل ده، وبعد كده تطلعيها وتاكليها بالف هنا وشفا. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم بقى ريحتها خطيره، طعمها روعه. الرزايه مع البطاطس كده زي الزبده الاتنين مع بعض، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا مش قادره امسكها من السخونيه. احنا عندنا بقى في بلدنا بناكلها بقى مع عيش ملدن لو تعرفوه، ومخلل لفت بقى او مخلل ليمون او مخلل فلفل حامي، وطبق السلطه، وكده الحمد لله الذي اطعمنا من غير حول منا ولا قوه. المهم ان هي اكله اقتصاديه سهله وسريعه، كل حاجه مع بعضها كده. الموضوع مش مكلف ابدا. دلوقتي الطماطم رخيصه جدا في السوق، البطاطس كذلك، فتقدري تعملي وجبه موفره طعمها خرافه بجد، لازم تجربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا بامر الله. وساعتها ما تنسوش تدعوا لنا دعوه حلوه بظهر الغيب ولكم بالمثل. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايه الله وامنه. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله.